السلام عليكم متابعي مالاكورة، طابت أوقاتكم. إليكم أبرز العناوين. عنصري يتعرض لانتقادات من جديد، رونالدو غاضب من جماهير الشباب، تصريح زيدان في رغبته للعودة للتدريب، هل ستكون نهاية كلوب مع ليفربول تاريخية؟ والمزيد، فابقوا معنا، لا تنسى دعمي باللايك والاشتراك. فلنبدأ. نجح فريق ليفربول المبتلي بالإصابات في الفوز على تشيلسي الذي تبلغ قيمة نجومه مليار جنيه استرليني في نهائي بطولة كأس الرابطة. وقال بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي سابقا أنه بنسبة 99% لن يكرر السيتي الثلاثي الموسم الماضي. فما هي فرصة ليفربول في التتويج بالرباعية؟ ويعاني فريق الريدز من الإصابات في الوقت الحالي ويخوض منافسة قوية على لقب الدوري الإنجليزي، ومع تغلب الريد على إحدى أغلى الفرق في تاريخ البريمير بدون نجوم وبعناصر شبابية، فمن يدري ما الذي يمكنهم تحقيقه رفقة كلوب وعند عودة المصابين في الفترة القادمة. صرح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب سابق لريال مدريد بأنه يسعى إلى العودة لحياة التدريب في أقرب فرصة، مشيرا إلى أنه يتمنى التدريب في الدوري الإيطالي. وكان زيدان أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي قبل أن ينتقل في صفقة تاريخية إلى ريال مدريد الذي حققه مع إنجازات كبيرة كلاعب وكمدرب، قبل أن يبتعد عن الساحة التدريبية منذ انتهاء ولايته الثانية مع الميرينغي في 2021. يشار إلى أن هناك عدة منتخبات وأندية أوروبية أبرزها يوفنتوس وليفربول ومنتخب فرنسا مهتمة بالتعاقد مع زيدان. أضاف: أود أن أعود للتدريب مرة أخرى، حاليا نستعمل في التدريب، لكن لماذا لا أعمل في إيطاليا؟ أنا أحب إيطاليا وأحب عشق الجماهير للكرة هناك، وأود أن أدرب هناك يوما ما. تعرض الدول المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية للانتقاد عقب ظهوره الباهت في مباراة ريال مدريد يوم الأحد. واعتبرت تقارير إعلامية إسبانية أن النصيري ضيع على إشبيلية خطف نقطة التعادل أمام الريال، وذلك بعد تضييع فرصة سانحة في الدقيقة 8 من المباراة، ومنحت سوفاسكو المختصة في الأرقام والإحصائيات تنقيص 6.2 للمهاجم المغربي كأسوأ لاعب في مباراة ريال مدريد. يشار إلى أن النصيري تعرض لبعض الانتقادات من الجماهير المغربية بعد مشاركته في النسخة الحالية من نهائيات كأس إفريقيا، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط مع أسود الأطلس وأدار بعض الفرص السانحة. ورغم كل هدف النصيري حقق رقما مميزا بعدما أصبح اللاعب المغربي الأكثر تسجيلا عبر تاريخ الدوري الإسباني بمجموع 60 هدفا. أنشيلوتي عن مستقبل مودريتش: الأمر بين يديه، الأمر يعتمد عليه مثل كروس وناتشو، إنه رجل كبير متواضع جدا، أنا أحبه، لا أعرف ما إذا كان يريد البقاء ليكون بديلا، لكن ما أقوله هو أن جودة الدقائق هي التي تهم حقا. لوكا مودريتش، سيرجيو راموس واخي، وهو أسطورة حقيقية، الناس يحكمون علينا دائما حسب عمرنا، ولكن مستواه رائع بكل بساطة، أحببت رؤيته. أولوية ألفونسو ديفيز هي الوجهة المستقبلية لريال مدريد، لكن السعر الذي يطلبه بايرن سيكون جزءا أساسيا من القصة، ولن يكون لدى ريال مدريد سوى النية لدفع رسوم عادلة. موقف بايرن ميونخ من ملحمة ديفيز: سيتم الاتفاق على صفقة جديدة بحلول يونيو أو يمكن بيع ألفونسو هذا الصيف. لا توجد مشاكل بين ديفيز وريان على الشروط الشخصية، ولن يمثل العقد مشكلة، لكن الرسوم تظل حاسمة. برشلونة لم يقدم أي عرض لديفيز حتى الآن. لويس إنريكي عندما سئل عن سبب قراره باستبدال كيليان مبابي عاجلا أم آجلا: في مرحلة ما علينا أن نعتاد على اللعب بدون كيليان مبابي. هكذا كان رده. بيب غوارديولا عن حرص الأندية السعودية على التعاقد مع كيفن دي بروين: عليك أن تسأله، أود أن يبقى، لكني لا أعرف إذا كان لديه عرض ولا أعرف إذا كانت السعودية تريده. أود أن يبقى في السيتي بالطبع. وفي مباراة النصر أمام الشباب والتي انتهت بفوز النصر، النجم البرتغالي رد على هتاف جمهور الشباب سي بإشارة خارجها أشعلت غضب الجماهير السعودية غير النصراوية ضده، وسط مطالبات إعلامية وجماهيرية بإيقافه وعدم التساهل معه، خاصة أن لقطاته العصيبة وغاضبة ضد الحكام حاضرة دوما. وفي نفس الدوري قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريق اتحاد جدة إلى ريمونتادا أمام الوحدة يوم الاثنين ب2
لهدف ضمن منافسة الجولة 21 من مسابقة الدوري السعودي، وذلك على أرضية ملعب الجوهرة المشع. واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مستوياته المخيبة مع فريقه وصيامه عن التهديف. صد الحارس المغربي منير المحمدي ركلة جزاء سددها كريم بنزيما في الدقيقة الأخيرة من زمن شوط المباراة الأولى، وذلك بعدما أهدر ركلة الجزاء. بنزيما أصبح صفقة فاشلة في ظل تواجد عبد الرزاق حمد الله. خلاص، للمزيد من التفاصيل تابعونا.